في ناس ساعات بتستغرب انا ليه متحيز لانك تشتري موتوسيكل او سكوتر ياباني موديل قديم عن انك تشتري حاجه صيني موديل جديد. النهارده واحد من اكتر الامثله اللي هوريها لكم وتوصف الكلام اللي انا بقوله ده شويه عشان لو تحيزت في المستقبل. يا اهلا بيكم متابعين قناه الاخبار، عاملين ايه؟ انا عايز بس في الاول انك تدوس لنا لايك وسبسكرايب في القناه كده عشان تتابع كل حاجه عن الموتوسيكلات وتبقى مروق معانا. تتفرج معانا على الموتوسيكل ده اللي هلعب معاكم لعبه شويه فيه. الموتوسيكل ده موتوسيكل هوندا بقاله كتير قوي على الارض، هوريكم حالته وبعد كده تتوقعوا في الكومنتات لما اقول لكم توقعوا هو موديله كام وبقاله كام سنه على الطريق ماشي. طيب اللي قدامنا ده اللي معروف الهوندا سيلفر وينج 600 سي سي. السكوتر نزل من 2001 لحد تقريبا 2012 وكان في الشكل اللي وراه ده الشكل الجديد. السكوتر ده 600 سي سي 2 سلندر تبريد ميه انجكشن، بيطلع رينج حوالي 55 حصان. السكوتر ده من احلى الاسكوترات في السفر علشان الكرسي اللي قدامنا ده كرسي كبير قوي بظهر كبيره قوي وقاعده كبيره كمان، خصوصا اماكن الرجلين واسعه قوي، فكان واحد من احلى الموتوسيكلات في السفر. تعالوا اوريكم ان الدهان بتاع الموتوسيكل ده فابريكا. بصوا الفانوس ما شاء الله بيلمع، ما فيهوش اي تبهيت، مش داخله اي حاجه ما شاء الله. الدهان شايفين بيلمع ازاي من هنا، حتى الفايبر بلاش يا عم عشان لو كان مغير قطعه. بصوا المساعدين بتلمع ما فيهاش اي تشققات ولا الجنوط، مش فاهم ازاي حتى كل هنا يعني ان حتى كمان ما شاء الله ما شاء الله بتلمع. عندك هنا الفايبر ما شاء الله نظيف وبيلمع واسود ومحتفظ بكل حاجه، حتى هنا حتى الكرومات. بصوا الكروم اللي على المساعدين، بصوا الكروم اللي في الجاكمان يمكن مزنوق شويه، بصوا شايفين. طيب بلاش هنا الاماكن دي ساعات بتبهت من كتر المسكه من كتر ايا كان، بلاش. لو شفتوا الاسكوترات الصيني والتايواني بعد 3 سنين هتلاقوا العلامات دي ممسوحه، اللي هي التيرن والحاجات دي شايفينها كلها مش ممسوحه، يعني حاجه رهيبه. طيب الكرسي ما فيهوش قطع، ما فيهوش تبهيت، ما فيهوش تعب، حتى الاستيكرات محطوطه هنا وهنا في كل مكان، الاستيكرات موجوده. تعالوا اوريكم حاجه كمان. بصوا يمكن ده سكوتر معتنى بيه شويه بس جاي من اوروبا، بس بصوا هنا مثلا الاماكن اللي مخصصه للعده، في مكان للعده. وبصوا هنا استنوا اطلع لكم حاجه مهمه قوي هنا. ايوه هنا اماكن صيانات هوندا، كتيبات هوندا، الكتالوج بتاع هوندا، كأنك شاري سكوتر جديد. يعني لو انت عارف السكوترات الصيني اللي موجودة بعد 3 4 5 سنين من الاستخدام بتكون عاملة ازاي، وبين الموتوسيكلات دي موتوسيكلات هوندا بتيجي افراج من بره لبعض التجار. في حالات حلوة واكيد في حالات مش حلوة، احيانا بتحصل حوادث بقى، واحد يكون بيسيبه في الشمس وقريب من البحر. بس نتكلم في العام لما تكون حلقه حلوه او انت مستخدمه بشكل كويس من هوندا الكواليتي بتاعها رايح فين. بصوا هنا دي الطنابير لو تلمسها ما فيهاش اي استخدام، ونفس الكلام ورا. طب تعالى نتكلم اول حاجه، ده عداد الكيلومتر بتاعه قد ايه. السكوتر ده ماشي 55,000 كيلو، تخيل بقى الصيانه المظبوطه سواء غير الطنابير ولا لا تكون عامله ازاي. 55,000 كيلو بيلمع قدامكم كده. تخيل بقى الدهان اللي قدامكم ده واللمعان ده موديله كام؟ الموتوسيكل ده او السكوتر ده موديل 2003، يعني السكوتر ده بقاله 20 سنه النهارده. فواحد من الناس اللي هيتكلم ويقول لي ان هو اكيد مرشوش، اكيد في حاجه. بص الكلام ده نسبيا مش وارد لسبب مهم قوي، ان علشان انت تغير الفانوس يخليه بيلمع، وعلشان ترشه عشان يلمع، وعلشان تكتب الكتابات اللي موجوده في كل مكان دي هنا وغيره هتتعب تعب ومصاريف عمرها ما هتجيلك في بيعه. فحتى لو تاجر او مستهلك صعب ان هو يعمل كده. اوفر حل لكده ان هو يكون سكوتر يعني ايه معتنى بيه يعني. فدي يا جدعان واحده من الحالات والحاجات اللي انا بكلمكم عليها. هل السكوتر او الموتوسيكل الياباني تشتريه بالمقارنه بالصيني وغيره لو كان حالته كويسه ومعتنى بيه. طيب السكوتر اللي قدامنا ده موجود في معرض الريان، سعره ايه النهارده؟ سعره 115,000 جنيه. موديل 2003 افراج جمركي، انت اول ما هتبقى مستخدم ليه هنا، والجميع صيانات التوكيل وكل الكلام اللي انت عايز تعرفه. طيب لو قارناه بالصيني النهارده
الاسوا ام الكروزيم ال 300 سي سي اللي هو يعتبر واحد سلندر بس، و300 ده 602 سلندر بغض النظر طبعا عن الراحه وغيره، اعتقد سعره 165,000 جنيه، فارخص واقوى وافضل. فالباكج دايما الناس بتقول لي انت متحيز ليه؟ انا بصراحه من كتر اسئله الناس اللي بتجيلي وبتقول لي اشتري ايه ولا ايه، ده فيديو اساسي للفكره دي. انا اتحيز للهوندا خصوصا في الزمن ده. الزمن ده على فكره كان زمن ذهبي بالنسبه لهم، الكراسي المريحه والصناعات اللي هي بهاي كواليتي كان زمن ذهبي. لو تفتكروا ايام الكورولا اللي في الزمن ده، يمكن دلوقتي بقى بيستبدلوا بعض القطع صيني علشان يقللوا الكواليتي، بس الزمن ده انا اتحيز له جدا عشان الجوده اللي موجوده فيها. السكوتر ده في حاله سكوترات صيني بقى لها شهر على الطريق. طبعا ده السبب الرئيسي اللي انا بتحيز فيه الموتوسيكلات الياباني، الحاله بتاعتها فوق الرهيبه وبتفضل كده لفترات طويله، والاهم من كل ده ان صيانتها متباعده. يعني دايما هتلاقي كل حاجه هنا بتتغير كل 25-50 الف كيلو عن السكوترات الصيني والبدائل الثانيه. طبعا من كومنتاتكم اللي بتجيلي والرسائل اللي بتجيلي سواء على الفيسبوك او على انستجرام او ايا كان اشتري ايه وطبيعه استخدامكم، برشح لكم الحاجات اللي زي دي، بعمل احيانا فيديوهات زي دي عشان تفهمكم قصدي شويه في فكره الاعتماديه وقد ايه السكوترات دي ممكن تقعد معاكم فترات طويله بدون ما يحصل اي حاجه. ده غير طبعا فكره الاداء العالي بتاع السكوتر ده، بيوصل لسرعه 200 كيلو متر في الساعه ويبقى ثابت وكل حاجه تمام، بالمقارنه بالصيني اللي هو ممكن اخره 140 ويشحر معاك، وكتر خيره ان هو يبقى سلندر واحد 300 سي سي بس. دي كانت فكره سريعه كده، قولوا لنا ايه رايكم وانطباعاتكم بشكل عام. السكوتر ده موجود في معرض الريان، لو عايز تعرف اي تفاصيل عن الاسعار وغيره او يعني اي تفاصيل اكتبها لنا في الكومنتات تحت، او ادخل في الوصف هتلاقي اللينك بتاعه. عندك اي سؤال حطه لنا تحت. طبعا في ريفيو هتلاقيه ظهر لكم فوق هنا، وطبعا لازم تتابعوني على الفيسبوك وعلى انستجرام اللي هيظهر لكم عشان في بقى كواليس الفيديوهات دي وتفاصيل اكتر بنحكي لكم عليها. شكرا لتابعتكم في الفلوج ده يا جماعه، سلام.